هلا والله حبايبي، شلونكم؟ حبايبي جيتكم طريقة عمل عجينة الكيك بمقدار 6 كيكات، لأن هواي من المتابعين طلبوها من عندي. أول متابع راد 6 كيكات يعني هي هاي العجنة. ثاني متابع راد 3 كيكات يعني نفس هاي العجنة بس يقسمها بالنص. ثالث متابع راد 4 كيكات بس حجم كبير يعني نفس هاي العجنة بس يوزعها إلى 4 قوالب كبار. اعطيني متابعة ولايك وتعالوا على الطريقة. حبايبي أول ما نجي حضرنا العجانة وراح نطق البيض. اول شي بعجينة الكيك نطق البيض اللي هو 26 بيضة، واذا تريدها نص عجنة 13 بيضة. احنا عندنا 6 كيكات راح نطق 26 بيضة. ومعلومة بسيطة، البيض لا تعزله، خليه البياض والصفار سوا. بعد ما طقينا البيض اول شي هسه راح نخلي ثاني شي الطحين كيلو و100. بعد ما خلينا الطحين كيلو 100، ثالث شي نخلي الشكر 850 غرام، رابع شي نخلي محسن 125 غرام، خامس شي بيكنج باودر 50 غرام. والبيكنج باودر اي بيكنج باودر بس انا استخدم هاي الشركة اللي هو السطر رهيب. راح اخلي طعم برتقال طبق واحد. سابع شي واخر شي اللي هو المي 650 غرام. خلطنا المواد كلها، راح نشغل العجانة خليها تعجن. وراها حضرنا القوالب والدهن. اللي يستخدم هذا الكاغد هاي طريقة قديمة، خلي عوفها. يستخدم طريقتي كلش رهيبة وما تلزق الكيكة، يعني تدهنهن دهن بسيط، فرشة وتدهنهن من الداخل. بعد ما دهنا كل القوالب هسه نروح نجيب العجنة، وهاي العجنة كاملة وخرافية تقريبا خليناها 4 دقائق. شوفوها شلونها تخبل. هسه حبايبي راح اجيب طاسة ستيل ونعبي القوالب، ما نترسهن، نخلي فراغ تقريبا 3 أصابع. نوزع العجنة الى 6 قوالب، وحدة عالية وحدة ناصية مو مشكلة، لان انت راح تقص وتزين. بعد ما وزعنا العجنة الكيك الى 6 قوالب، ومثل ما تشوفون هسه راح ننزلها بالفرن حرارة 180. يلا تعالوا، وهسه راح ننزله بالفرن وننتظره. بعد ما انتظرناه اللهم صل على محمد وآل محمد خليناه 50 دقيقة، وهسه نطلعه من الفرن. بعد ما طلعناه من الفرن حبايبي هسه فقط نفحصه لان بعده حار. نجيب عود وننشخه، اذا بيه عجين يعني ما مستوي، اذا ما بيه عجين يعني مستوي وخرافي. نخليه يبرد ونرجع لكم. بعد ما خليناه يبرد 5 دقائق هسه راح نفسخ الكيك، ومثل ما تشوفون شلون شكله يخبل. نفسخ الكيكات ونرجع لكم. بعد ما فسخناه من القوالب وهذا شكله النهائي، وجه شعب نفس الشكل وسفنجي. هاي هي طريقة عجينة الكيك مقدار 6 كيكات. ان شاء الله عجبتكم، طولنا متابعة ولايك ومع السلامة.